اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. حلقة النهاردة حلقة مختلفة لان نوعية افلامها مش موجودة كتير في السينما، وهي الافلام السياسة الامريكية. افلام النهاردة بتتبان من اسم الحلقة، هي اكتر 5 افلام لقواضي عملت ضجة كبيرة اوي في امريكا وقت حدوثها. الافلام اللي معانا النهاردة كلها مبنية على أحداث حقيقية، لأحداث حصلت في أمريكا في فترات زمنية متفاوتة، ما بين أحداث أمريكا الجنوبية وبعدين حرب فيتنام وبعدين حرب العراق. حلقة كلها بتبين إزاي التعامل مع أمريكا سياسيا في الوقت ده في المواقف ده. حلقة حلوة أوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. في المركز الخامس النهاردة معانا فيلم من إنتاج 2017 بتدور أحداثه في نهاية السبعينات، وبيحكي القصة الحقيقية للطيار باري سيل اللي كان بيشتغل على خطوط طيران TWA، وعايش حياة مستقرة جدا مع أسرته. وكنوع من أنواع زيادة الدخل كان في رحلاته بيهرب السيجار الكوبي لأمريكا. لكن حياته كلها بتتغير لما بيقابله راجل المخابرات الأمريكية تشايفر، اللي بيقوله إنه عارف موضوع التهريب ده ومعجب جدا بيه وبشخصيته دي، بس عايز يستغل مواهبه في حاجة أكبر، وهو إن يشتغل معاهم في تصوير المناطق النزاع في أمريكا الجنوبية. واللي طبعا ما خدش وقت كبير جدا في الإقناع، وافق يشتغل معاهم على طول. بس طبعا بطبيعته اللي معروف عليه من أول الفيلم هتعرف إن هو ملوش أصلا قرار، عشان كده بدأ يشتغل معاهم فعلا. وفي نفس الوقت كان بيشتغل في تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية لأمريكا، لحد ما هيجي يوم ويتقبض عليه في التهريب ده بطيارتهم، إلا إنهم بيساعدوه ويخلصوه من قضية المخدرات ده عشان هدف أكبر وأسمى. يا ترى إيه هو بقى الهدف؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم. Walk out of here. There ain't a damn thing any one of you can do about it. He's free to go. Wait a minute. The boy should have taken the caddies. I was working for the CIA, the DEA, and Pablo Escobar. 1,500 kilos. That's 1,500 kilos, Barry, in one go. Get it done. في المركز الرابع فيلم حلو قوي من إنتاج 2017 من بطولة توم هانكس وميريل ستيب وسارة بولسون. الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين فضيحة حصلت في عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سنة 1971، لما نشرت صحيفة نيويورك تايم معلومات سرية من وزارة الدفاع بتكشف تضليل الإدارة الأمريكية للرأي العام حوالين اللي بيحصل بحرب فيتنام. ورغم إن نيكسون ما كانش متورط في القضية دي، إلا إنه عرض نشر المعلومات دي لأنها بتمس الأمن القومي. بس للأسف الدنيا ما بتمشيش زي ما هو عايز، لما جريدة واشنطن بوست بتحصل على مجموعة كبيرة من الوثائق لنفس القضية عشان تولع النار ما بين الجريدتين وما بين البيت الأبيض. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل ومين اللي هينتصر للآخر؟ ده اللي هتشوف أحداث الفيلم الروعة ده. Government wins, the Washington Post will cease to exist. If we don't hold them accountable, who will? We can't hold them accountable if we don't have a newspaper. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. I'm asking your advice, Bob, not your permission. You can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham? في المركز الثالث فيلم من إنتاج 2019 بتدور أحداثه عن المترجمة كاترين غين، اللي كانت شغالة مترجمة في وكالة الاستخبارات البريطانية في قسم التجسس، يعني بتترجم المحادثات أو الوثائق اللي بيجيبوها في الجهاز وبترفع بيها تقرير. وظيفة على حد وصفها ما كانش بتحبها وكانت مجبرة عليها بس عشان محتاجة للفلوس. المهم إن كاترين دي وهي قاعدة في يوم في الشغل، لا بيها ولا عليها بيجيلها إيميل من واحد اسمه فرانكو كوزا، وده شغال في CIA، بيطلب منها إنها تساعده في عملية سرية وغير قانونية عشان يتصنتوا على أعضاء في هيئة الأمم المتحدة ويقدروا يطلعوا بفضايح وحاجات يمسكوها عليهم. وكل ده ليه؟ عشان يضغطوا بيهم عليها ويوافقوا
على الحرب على العراق. يا ترى بقى ايه رد فعل كاترين على الموضوع ده وايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتشوف في احداث الفيلم. Someone has betrayed their government and their country. You might need our help. If we do not go public, we would be conceding that no one can ever tell the people when their government is lying. Your marriage will be interrogated. My husband had absolutely nothing to do with this. He's a Muslim. I'm sorry? You chose loyalty to your country over loyalty to your government, your marriage, and yourself. I think that speaks rather highly of you. Catherine Theresa Gunn, you are charged with an offence of the Official Secrets Act. Do you want to risk it all? How do you plead? في المركز الثاني فيلم من الافلام اللي بحبها جدا الصراحه رغم صعوبته وصعوبه احداثه، هو فيلم من انتاج 2021. بيحكي الفيلم القصه الحقيقيه للموريتاني محمد ولد صلاحي اللي اعتقلته الحكومه الامريكيه وودته معتقل غوانتنامو بدون اي تهمه او محاكمه بحجه انه شارك في احداث 11 سبتمبر. محمد ولد صلاحي اللي بعد ما فقد الامل انه هيشوف الدنيا تاني بيجيله الامل تاني في صوره 2 محاميات هما نانسي وتيري المتخصصين في حقوق الإنسان اللي بيجيلهم ورق محمد بعد 3 سنين من اعتقاله، وقرروا إن هم يدافعوا عنه ويساعدوه إنه يوصل لأقل حاجة ممكن يوصل لها، إن هي المحاكمة العادلة اللي وقتها بقى هتحدد إذا كان هو مذنب ولا لأ. ورغم إن نانسي وتيري تعرضوا لهجوم كبير جدا من الرأي العام أو من الحكومة، إلا إن هم نجحوا إن يوصلوا محمد للمحكمة. بس يا ترى بقى إيه اللي هيحصل بعد كده عشان محمد يعمل كتاب قصة حياته ويبقى من أكتر كتب المبيعات في العالم؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Think I'm better than anybody else. That is appalling. For 8 years, I have been dreaming of being in a courtroom. Now that I'm here, I'm scared to death. You know, I think I figured out why they built Guantanamo down there. My client, he's not a suspect. He's a witness. Mr. Slahi, would you please raise your right hand and repeat after me? The Mauritania. في المركز الأول فيلم من إنتاج 2016، الفيلم اللي ناقش واحدة من أكبر التحقيقات الصحفية في تاريخ أمريكا. فيلم بيحكي عن فريق سبوت لايت، ودول مجموعة من المحررين اللي بيقوموا ببحث حوالين القضايا الكبيرة، مش عشان يقدموا مقال صحفي، لا ده عشان يعرفوا كل الحقائق. وممكن البحث بتاعهم يفضل في موضوع واحد بس لسنة أو أكتر كمان، يعني زي محققين الشرطة بالظبط، بس الشرطة بتبحث في النهاية عن جاني، إنما هم هدفهم حاجة واحدة بس، الحقيقة وإعلانها للرأي العام. اللي ميز الفيلم ده قوة أبطاله، أبطال فريق سبوت لايت، مايكل كيتون ومارك رافلو وراتشل ماك آدمز وبراين جيمس. ورغم ان الفيلم ناقش قضية حساسة جدا عن الكنيسة الكاثوليكية، الا ان الكنيسة كانت مرحبة جدا بالفيلم نظرا للدور الرهيب قوي اللي عمله سبوت لايت في التحقيق بتاعهم ده. الفيلم ده بيستحق المشاهدة ويستحق النهاردة يكون معانا هو المركز الأول. I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got 2 stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston. It's the whole country. It's the whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.